مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. نستهلها بالعناوين. وزارة التعليم تقيم العملية التعليمية في العام الدراسي 2024-2025. دعوة لتعزيز مساهمة المجتمع في الحفاظ على الغابات والحياة البرية في مديرية هيكوتا. تشييد فصول إضافية في مدرسة عد حوشة الابتدائية. إسبانيا ترفض اتهامات إسرائيل وتستدعي سفيرها للتشاور. الرئيس الصيني يدعو لتعزيز التواصل وتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وكوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا جديدا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت وزارة التعليم اجتماعا يومي 8 و9 سبتمبر لتقييم العملية التعليمية للعام الدراسي 2024-2025 في الأقاليم. وفي كلمته الافتتاحية قال ممثل وزير التعليم السيد بطرس حيلماريام قال إن التقييم المبني على أداء الماضي والحاضر ضروري للحفاظ على نقاط القوة وتصحيح نقاط الضعف وضمان التغيير النوعي المستدام. وتم خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الأقسام والفروع والوحدات بالوزارات استعراض تقارير عن أنشطة الأقاليم ومدرسة وارسايك كألوفيسا ومدرسة الجالية الإريترية في المملكة العربية السعودية. وتناول التقارير العمل الذي تم إنجازه من مرحلة التمهيد وحتى المرحلة الثانوية وبرامج تعليم الكبار ومحو الأمية ومساهمة المجتمع في العملية التعليمية ونتائج الامتحانات الوطنية والأنشطة الثقافية والرياضية والصحية من حيث المزايا والتحديات. وناقش المشاركون الحاجة إلى تعزيز برامج تنمية الموارد البشرية بشكل فعال وتخفيف مشاكل البنية التحتية للمدارس وتقييم نتائج الامتحانات الوطنية للصفين 8 و12 بشكل صحيح والعمل لتحسين سلوك الطلاب ومعالجة النقص في المعلمين بلغة الأم ومواد الرياضيات واللغة الإنجليزية وغيرها من التوصيات. واختتم ممثل وزير التعليم السيد بطرس حيلماريام قائلا إن القضايا التي أثارها المشاركون كانت جيدة للأنشطة المستقبلية. وذكر الجهات المعنية بضرورة تحمل المسؤولية لتعزيز القدرة الداخلية للتعليم وتوسيع خدمات مرحلة التمهيد إلى المناطق النائية وإنجاح الأنشطة الشاملة. دعا مكتب سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية هيكوتا المجتمع للمساهمة في المحافظة على الغابات والحياة البرية تماشيا مع الجهود التي تبذلها سلطة الغابات والحياة البرية. وناشد مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد فصوم أبراهام المجتمع والمؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية للمشاركة في عملية المحافظة على الغابات والحياة البرية، مشيرا إلى أنه بالرغم من الجهود المكثفة التي تبذل في هذا الصدد لم يتم السيطرة على ظواهر قطع الأشجار بالكامل. وأوضح أنه يتم اتخاذ الإجراءات لظواهر قطع الأشجار التي تتسبب بها توسع النشاطات الزراعية المروية والموسمية، مذكرا أن فرض العقوبات وحدها لا تجدي نفعا بل أنه من الضروري تنظيم حملات توعية وبرامج داعمة للتشجير والمحافظة على الغابات والتنوع البري. ويعرف أن مديرية هيكوتا تمتلك غابات ثرية بالتنوع البري وأراضي زراعية شاسعة. تم بناء 3 فصول إضافية في مدرسة عد حوشة الابتدائية بتكلفة تجاوزت 8,000 نقفة لحل مشكلة نقص الفصول الدراسية. وأشاد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر في كلمته بالمبادرة التي قام بها الأهالي مناشدا إياهم باستمرار المساهمة من أجل تطوير متطلبات عملية التعليم. وحث المدير العام للإدارة والمالية بإدارة الإقليم الأوسط السيد تكي قالتا أولياء الأمور للعمل بجد على توجيه ومتابعة أبنائهم نحو التقدم والتفوق الأكاديمي، مشيدا بالمساهمة التي يقوم بها الأهالي وأبناء المنطقة إلى جانب الشركاء الآخرين من أجل سد النواقص التي تواجه التعليم في المدرسة.
وذكر مدير إدارة عد حوشة وأعضاء لجنة أولياء الأمور أن مكتب قائد الأركان بوزارة الدفاع ساهم بفعالية في إنجاح العمل بالإضافة إلى مساهمة أبناء المنطقة ماديا ومعنويا. ويذكر أن عملية إضافة الفصول الدراسية ظلت معلقة منذ عام 2018 وأنه تم استئناف المشروع في عام 2023 حيث تم في الختام إنجازه بالتنسيق ما بين أبناء المنطقة ومكتب قائد الأركان بوزارة الدفاع. وقدمت في مراسم الافتتاح مواد ثقافية إلى جانب تقديم الشهادات التقديرية للأطراف التي ساهمت في العمل بحضور رئيس مجلس الإقليم الأوسط والمسؤولين المدعوين. نظمت جمعية المعلمين في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية ل44 مديرا في مدينة مندفرة. ركز التدريب المنظم يوم 5 و6 من سبتمبر بإشراف الأستاذ كستي مسكانا من قسم الدراسات والتدريب والتخطيط في وزارة التعليم. ركز على القيادة والإدارة وتقنيات القيادة ومبادئ وزارة التعليم وأدوار العمل وسلوك الزملاء وحل الخلافات. وأوضح رئيس جمعية المعلمين في الإقليم الجنوبي الأستاذ سامسون نقاش أن التدريب يساهم في تعزيز معرفة المدراء في عملهم وتبادل الخبرات العملية. وذكر مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزجي كيداني أن الوزارة ستعمل بجدية لضمان المساواة في الحصول على التعليم في المناطق النائية وتعزيز العملية التعليمية مع المعلمين المؤهلين. وأفاد المدراء المشاركون في التدريب القادمين من مديريات مايمنة وعرزة وعالدخالة وابن حيلة ومندفر والدبروة أن التدريب كان مفيدا جدا لعملهم. مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود لنتابع الأنباء على الصعيد العالمي فتفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنها استدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور، وذلك بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الحكومة الإسبانية بمعاداة السامية في أعقاب تدابيرها الجديدة ضد السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة. كما أعلنت الحكومة الإسبانية رفضها بشكل قاطع لاتهامات الإسرائيلية بمعاداة السامية بعد أن أقرت مدريد حزمة عقوبات من 9 بنود بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد بيان وزارة الخارجية الإسبانية رفض مدريد اتهامات الحكومة الإسرائيلية الموجهة ضد إسبانيا والشعب الإسباني بشأن معاداة السامية ورفض الحظر غير المقبول المفروض على دخول عضوين من الحكومة الإسبانية إلى إسرائيل. وشن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان هجوما شديدا على الحكومة الإسبانية زعم فيه غياب الوعي التاريخي بما سماه جرائم إسبانيا ضد الشعب اليهودي. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو في بكين إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز التواصل وتعميق التعاون في ظل تزايد تعقيدات الوضع العالمي واضطرابه. ونقلت وكالة الأنباء الصينية الجديدة شينخوا عن شي قوله إن الصين مستعدة للعمل بشكل وثيق مع البرتغال في التعاون متعدد الأطراف لحماية نظام التجارة الحرة وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وقبولا. وقال شي كلما ازداد المشهد الدولي اضطرابا وتشابكا ازدادت حاجة الصين وأوروبا إلى تعزيز التواصل وتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون، داعيا البرتغال إلى العمل مع الصين للالتزام بموقف الشراكة بين الصين والاتحاد الأوروبي وتعزيز التنمية المستدامة والمستقرة والسليمة للعلاقات بينهما. أعلنت كوريا الشمالية أن زعيمها كيم جون أون أشرف على اختبار محرك صاروخي جديد مخصص للصواريخ البالستية العابرة للقارات في خطوة جديدة ضمن مساعيه لبناء ترسانة قادرة على تهديد أراضي الولايات المتحدة وفق أسوشيتد بريس.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التجربة كانت الاختبار الأرضي التاسع والأخير للمحرك العامل بالوقود الصلب، وهو أقوى من النماذج السابقة. وجاء التقرير بعد أسبوع من زيارة كيم للمعهد البحثي المتطور للمحرك، والذي ذكرت كوريا الشمالية أنه سيستخدم في الصواريخ المستقبلية، ومنها منظومة تعرف باسم هواسونغ 20. وخلال السنوات الأخيرة أجرت بيونغ يانغ اختبارات طيران لصواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة نظريا على بلوغ الأراضي الأمريكية، بما في ذلك صواريخ مزودة بوقود صلب يسهل نقلها وإخفاؤها وتجهيزها للإطلاق بسرعة مقارنة بالوقود السائل التقليدي. في الخبر الأخير، أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 41 آخرين بجروح إثر اصطدام قطار بحافلة عند تقاطع للسكة الحديد في ولاية مكسيكو. وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة الحافلة المكونة من طابقين وهي تنتظر عند المعبر قبل أن تنطلق وتعبر السكة ليصطدمها من الخلف بعد ثوان من ذلك قطار بضائع ظهر فجأة وسحبها أمتارا عدة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح هرنانديز أنه تم توقيف سائق الحافلة بناء على طلب مكتب المدعي العام المحلي. نختم هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان بتذكير أهم العناوين وأهم ما جاء فيها. وزارة التعليم تقيم العملية التعليمية في العام الدراسي 2024-2025. دعوة لتعزيز مساهمة المجتمع في الحفاظ على الغابات والحياة البرية في مدينة هيكوتا. تشييد فصول إضافية في مدرسة عد حوشة الابتدائية. إسبانيا ترفض اتهامات إسرائيل وتستدعي سفيرها للتشاور. الرئيس الصيني يدعو لتعزيز التواصل وتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي. كوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا جديدا. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.